يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين عندي. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم رجعت لكم بفيديو مع هالكيكه الاسفنجيه الرخاميه كتير كتير طيبه، وانا مجربتها لاولادي وكتير مين ما اجى لعندي بتعجبه. هلا رح فرجيكم اياها لهالكيكه ب8 معالق بس. كل المكونات 8 معالق طحين. وهلا رح فرجيكم طريقة التحضير، ويا ريت اذا اول مرة عم تشوفوني ما تنسوني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. ويلا نجهز هاي الكيكة يلي ما في منها. وهلا حبايبي رجعت لكم مشان فرجيكم المكونات شو بدنا نحط للكيكة. هلا انا هون عندي 8 معالق طحين حاططهم، وعندي 3 معالق كاكاو وزرف باكنج باودر خالطهم مع بعضهم. وهلا بدنا ننخلهم. طبعا اكيد لازم ننخلهم عشان ما يصير عنا تكبلات هيك صغيرة، هادون ما بدنا اياهم. طبعا نحن بهي الطريقة هلا هيك رح ننخلهم. شوفوا حبايبي ولا اسهل من هيك، بس انا فرجيتكم كيف رح نعمل الطحين. هلا طبعا نخلناهم هيك. برجع بقولكم مثل ما قلت لكم الطحين عنا 8 معالق طحين و3 باكنج باودر، 3 عفوا كاكاو خام، وعنا 3 معالق كبار كاكاو خام، وعنا زرب باكنج باودر. وهلا مشان نحضر معكم المكونات السائلة، عنا هون 4 بيضات بحجم هذا الحجم بحرارة المطبخ. هلا رح نحطهم هون بوعاء. كتير كتير سهلة، ان شاء الله تعجبكم وتعطوني رأيكم بالتعليقات اذا عجبتكم ولا لا. جربوها كتير لاولادكم، كتير بيشكروا مننا. بس هلا بدنا نحط زرف فانيليا. بس خليكم معي حبايبي. عنا زرف فاني، هذه الفانيل اكيد فانيليا طبعا، ورشة ملح هي اساسية كمان. وعنا هون 8 معالق سكر. هلا رح نخفق البيض بعدين. طبعا اول شي البيض، بعدين الفانيل، بعدين الملح، وهلا 8 معالق سكر. اول شي مثل ما قلت لكم رح نخفق البيض، وبعدين برجع لكم فرجيكم بقية المكونات. يا ريت تضلوا معي. حبايبي نحن خفقنا مزبوط البيض مثل ما قلت لكم، لازم تخفقوه لحتى يصير عنا بهذا القوام. هلا بعد ما حطينا السكر رح نحط 8 معالق حليب. هاي 8 معالق لازم نحطهم تدريجيا. بعدين حبايبي بنخفقهم. برجع لكم. طبعا رح نحط الزيت كمان 8 معالق. هلا بنخلطها وبرجع لكم. وهلا هون حبايبي بعد ما خلطنا المكونات السائلة، هلا بدنا نحط المكونات الجافة معه ونخلطهم. هلا بس خلطهم كلهم برجع لكم. طبعا بنحطهم هيك تدريجيا، شايفين ولا اسهل من هيك. هلا بس بنجيب هيدي الماسطورة عملها هنا، يعني بنحاول قدر الامكان نخلطهم ببطء من تحت لفوق. شايفين حبايبي كيف عم يتخلط معنا هيك لحتى يصير عنا القوام ماسك وقوام غير شكل. هلا بخلطهم وبرجع لكم. وهلا حبايبي هون خلطنا كل المكونات الجافة مع المكونات السائلة. شوفوا على القوام
غير شكل. هلا بدنا نحطه بالفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. هلا رح ندهن معكم البايركس. عنا حجم البايركس 30 طول وعرض 40 سنتي. هلا رح ندهنه بنكزة صغيرة من الزيت. شوفوا حبايبي، حط رشة صغيرة زيت وبندهنه طبعا اساسي. هلا راح نرشه رشة طحين هيك حبايبي، بنرش رشة طحين على قد البايركس. طبعا بس بنعمل له هيك حركة صغيرة عشان ينزل معنا كل الطحين هيعلق بالكيك. شايفين؟ هلا بنفضي الكيك سوا. شايفين حبايبي؟ هلا بنفضي الكيك بعد ما عملنا. طبعا هيك بس بنحرك تحريكة صغيرة وبنبلش ننزله تدريجيا. شايفين على هالقوام ما بياخد عقل. هلا طبعا بس نحطه من الفرن ونطلعه بدنا نحط عليه كريمة شانتيه. طبعا هلا بقولكم بالمرحلة اللي بعد هيدي لازم ما نخلي ولا ابدا صوص الشوكولا بقلب الجات. ولا اسهل من هيك، يعني ما اخذت معنا الكيكة الا 5 دقايق من تحضيرها. هلا بساواه معكم وبرجع لكم، يا ريت تضلوا معي. وهلا حبايبي بعد ما حطينا الكيكة بالفرن تاخد معنا نص ساعة. انا قلت لكم باللقطة اللي قبل هاي اني لازم تحطوه من فوق ومن تحت، عفوا لازم تحطوه من تحت وتطلعوا عليه. بس استوى من تحت بتغزوه بعود خشبي وبتشوفوا النتيجة. اذا استوى من تحت بتشعلوا من فوق. ومثل ما قلت لكم بياخد معنا لمدة نص ساعة. ما بنفتح الفرن نهائيا، بنطلع عليه من برا وهيك بيكون الكيك عبال ما يستوي معنا بدنا نساوي الكريمة. يا ريت تضلوا معي مشان فرجيكم كيف بدنا نساوي كريمة الشوكولا. وهلا رجعت لكم حبايبي مشان نساوي الكريمة شانتي. هلا عنا هاي علبة الكريمة، عنا ظرفين. هلا بدنا نحطهم بوعاء. طبعا ابدا ما يكون داخله مي ويكون ناشف تمام التمام. هلا هون رح نحط بيجو تقريبا كوب كريمة. هلا عنا هون حليب مثلج، لازم يكون حليب بارد جدا. هلا هون عنا الكاسة 250 ملي. هلا رح نحطها فوق الكريمة. وعنا معلقة ونص من الكاكاو الخام. هلا بناخد معلقة ونص وبنخفق. هلا بخفقة وبرجع لكم. وهلا شوفوا لي القوام حبايبي، شايفين؟ هلا بس يعطينا شوي دقيقة بس بنحط له حليب، بنسقب الحليب وبعدين بنزينه. شايفيني الريحة عن جد؟ يا ريت فيني اوصل لكم الريحة غير شكل. يا ريت تجربوها وتعطوني رأيكم. وهلا بدنا نروح على مرحلة نسقي الكيك بالحليب وبعدين فرجيكم كيف بدنا نحط الكريمة. يا ريت تضلوا معي. وهلا هون حبايبي عنا 8 معالق حليب بدنا نسقي فيهم الكيكة. طبعا بعد ما برد عنا درجة حرارة المطبخ. هلا بس هيك بنسقي الكيكة وبعدين بنحط الكريمة عليها. شايفين حبايبي؟ ولا يهمكن. هلا السوائل في الحليب كله بيتشربوه، ما بيضل عنا ولا نقطة من الحليب. هلا بنتركه شوي
وبرجع لكم مشان نحط الكريمة. وهلا هون حبايبي بعد ما شوي عطانا هون حطينا العود الخشبي وتقريبا صار عنا بعد ما حطينا الحليب. هلا بدنا نحط الكريمة اللي عملناها سوا. شوفوا حبايبي الكريمة صايرة عنا بتجنن، بس هيك نحركها شوي مع بعضها بعدين نحطها فوق الكيكة. هلا بحطها كلها وبرجع لكم مشان نساويها سوا. انتو ما تشوفوا الكريمة كتيرة، بس هلا بس نحطها على الكيك كله بيتساوى معنا بصير غير شكل. شايفين حبايبي؟ هلا بس بنمثلها هيك. انا بس مشان ما اطول عليكم الفيديو رح اساويها وبرجع لكم. وحبايبي هي زينا الكيكة بالكريمة. هلا رح نحطه بالفريزة او البراد العادي، بس طبعا اذا برادكم ما بيتلج فينكم تحطوه بالبراد يعني اني لمدة ساعة بس هيك شوي ليجمد عنا. وبعدين في مرحلة بعد هيدي، يا ريت تضلوا معي وتشوفوني. وهلا حبايبي عنا هون مي سخنة منشان نعمل الشوكولا اللي قلتلكن عليها. هلا عندي هيدي الشوكولا بدي دوبها على مي مغلية. طبعا انتو فينكم تعملوا صوص شوكولا وفينكم تحطوه فوق الكيك. هلا انا هحط لكم من هاي الشوكولا دوبها معكم على حمام مائي مثل ما قلت لكم. هلا فينكم تقطعوها هيك وفينكم تحطوها مثل ما هي. هلا بس تدوب برجع لكم. وهلا شوفوا حبايبي كيف دوبنا الشوكولا بحمام مائي. هلا بس بدنا نشيله وبدنا نحطه فوق الكيك. وهلا شوفوا معي كيف بدنا نحطه فوق الكيك تكوا. هلا برجع لكم. وهلا شوفوا حبايبي كيف بدي احط معكم صوص الشوكولا. شايفين ما احلى؟ هلا فوق الكيك وكله اللي عملنا. هلا بحطه كله وفرجيكم النتيجة النهائية. ويا ريت تابعوني، واذا عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. وصحة وهنا عقلبكم. وهي بعد ما زينا لكم اياها بالشوكولا والفريز. هلا انتو شو بتحبوا تحطوا فوق الشوكولا فيكم تحطوا، بس انا حبيت بنتي تحط فريز قامت قلت لها ماشي ماما. هو انتو شو بتختاروا فيكم تحطوا. وان شاء الله يكون عجبكم وصحة وهنا. وهيدا كان الفيديو لليوم، وشكرا لكم، شكرا لمتابعتكم إلي.